اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين يا احلى عيله واحلى اخوات. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم دمها علينا نعم وفضل وستر من عندك يا رب. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا اقول لكم الفانوس الجميل الحلو ده عملته بكام. فرحي بيتك وفرحي عيالك بحاجه بسيطه جدا ومش مكلفه. طبعا انتوا عارفين اسعار الفوانيس بره خياليه. عايزه اقول لكم ان الفانوس الجميل الحلو ده انا عملته ب 30 جنيه بس، يعني مش هيكلفك حاجه. تابعي معايا بقى الفيديو للاخر وشوفي عملته ازاي وكلفته ايه وصرفت عليه قد ايه، علشان تقدري ان انت تعملي واحد زيه، وان شاء الله لما تشوفي النتيجه هتستفيدي كتير. قبل ما نبدأ بقى الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة تبدأي بيها هتجيبي كرتونة حلوة كده من عند الراجل اللي انت بتشتري من عنده المنظفات. كرتونة تكون حجمها سميك كده شوية وتكون محملة، مش هتكلفك حاجة. ادالك بجنيه ادالك، ادالك ببلاش ادالك. المهم هتجيبي الكرتونة وتبتدي ان انت هتقطعيها وهتحددي بقى كده عليها المقاسات اللي انا كاتباها دلوقتي معاكم على الكرتونه ديت. هي مش هتتعبك وان شاء الله تعرفي تعمليها. بتحددي المقاسات ديت وبتقطعي من كل مقاس اربع جوانب، يعني زي ما انا ما عملت كده بالظبط. عملت للقاعده بتاعه الفانوس والجسم بتاعه والمثلث اللي هو راس الفانوس من فوق. بصوا بقى انا كل اللي اشتريته ايه، اشتريت 2 متر من اللزق بتاع المطبخ دوت. الاتنين متر كانوا ب24 جنيه. واشتريت الشراشيب كمان اللي هي الصفرة بتاعت الفانوس ديت، المتر بتاعها ب2 جنيه، يعني ممكن هتجيبي 3 متر وهيفيد منهم كمان. والاسترس دوت عايزه تجيبيه جيبيه، مش عايزه تجيبيه ما تجيبهوش. هو كان المتر بتاعه ب10 جنيه ومش هتستعمليه كله ده، انا بقصه كمان عشان هو عريض. انا باخد منه ايه شرايط كده. المهم فردت كده الستيكر ده بتاعي كده، وانا عايزه اخليه يبقى منسق. ما حبيتش ان انا اقصه وخلاص، فانا استغليت بقى الرسومات اللي عليه وحبيت زي ما انتم شايفين كده ان انا اقص كل جنب بشكل مميز ويكونوا الاربع جوانب شكل بعض. قصيت الاول الدوريه اللي في النص وقلت اخليها لجسم الفانوس، وقصيت بقى ايه فردت الاستيكر كله وخدت منه الورده اللي في النص دي كلها. قصيت من 4 جوانب كده زي ما انتم شايفين. واما الزوايا اللي هي في الجناب حوالين الدوريه دي خليتها للمثلث او راس الفانوس من فوق. والشريط اللي في الجنب خليته القاعده بتاعه الفانوس بحيث ان الفانوس يبقى منسق وشكله واحد وشكله جميل. اما جيت بقى قصيته بتسيبي ما بتقصيش على قد المقاس بالظبط او على قد الكرتونه بالظبط، بتسيبي ب2 سنتي من كل اتجاه على الستيكر عشان تقدري ان انت تتني التانية دي وتلزقيه اللزقه دي حلو كده على الكرتونه. وهو ما شاء الله اللزق جديد وحلو وما بتحتاجيش لاي حاجه تاني. ابتديت بقى كده ان انا هلزق الاربع جوانب بتوع جسم الفانوس والمثلث كمان من فوق والقاعده بتاعه الفانوس من تحت زي ما انتم شايفين كده اهوت. ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم وتستفيدوا منه والله وهيفرحكم جدا. انت حتى لما تعملي الفانوس ده وتشوفي النتيجه اللي طلعت من تحت ايديكي هتبقي مبسوطه قوي وفرحانه قوي. عايزه اقول لكم ولادي ساعه ما شافوه بصراحه ربنا فرحوا بيه جدا وما بقوش مصدقين ان انا اللي عملت لهم الفانوس ده. وبجد شكله تحفه، ويعني المبلغ كمان بتاعه مش حاجه قصاد اسعار اللي انتوا بتشوفوها بره واسعار الفوانيس اللي انتوا بتشوفوها بره. وكل اللي هيشوف الفانوس ده مش مصدق ان هو معمول من كرتونه وستيكر من اللي هو او اللزق اللي هو بتاع المطبخ. مش هيكلفك حاجه، ولو عندك فرع نور كمان تقدري تلفيه عليه هيديكي شكل جمالي كمان احلى. بس هو بصراحة مش محتاج اي حاجة تاني. شكله كان جميل جدا، حجمه حلو. يمكن يكون حجمه مش باين اوي في التصوير، بس هو حجمه حوالي نص متر، يعني الطول بتاعه ارتفاعه حوالي نص متر. وحجمه جميل جدا يعني ما شاء الله. شكله وكسعر مش حاجة يعني بالنسبة للأسعار دي. والله يعني لو في وقت وفي فرصة كان المفروض الواحد يعمله كمشروع ويشتغل فيه، هيكسب والله وهيجيب فلوس حلوة قصاد الأسعار اللي احنا بنشوفها بره. روحي انت كده اسألي على فانوس بره شوفي هتلاقيه بكام. هبتدي بقى اجمع الجوانب بتاعته كده. ابدأ بالقاعدة بتاعة الفانوس، هجمع كده الاربع جوانب مع بعض. وحابه بقى ان انا ادعمه كمان هجيب حته كرتونه كده مربعه وهلزقها من جوه بحيث ايه يبقى الاربع جوانب ماسكين نفسهم، وهلزقها كده بالشمع الاربع جوانب يبقوا ماسكين نفسهم. هبتدي كمان الزق الاربع جوانب بتوع راس الفانوس من فوق. وبس قبل ما اقفله بقى
المثلث بتاع الفانوس زي ما وريتكم كده في الاول، من فوق بنقص منك 1 سنتي عشان يبقى فيه فتحة من فوق. جبت شريحة من الكرتون كده رفيعة ولفيتها بالستيكر عشان اعمل اليد بتاعة الفانوس من فوق، دخلتها من فوق كده ولزقتها ودعمتها بحتة كرتونة كمان عليها عشان ما تفكش. انا بحاول برضو لما اجي الزق او اشتغل ببقى مدعماها حلو، بحيث يبقى يعني ما يفكش، يبقى هو لازقه قوي حلو. برضو عملت له نفس الدعم من جوه كده، حته كرتونه مربعه ولزقتها ال4 جوانب مع بعض من جوه كده. بقى ابتدي ان انا اعمل جسم الفانوس كمان. بجد انا كمان يعني فرحانه جدا من النتيجه اللي طلعت من ايديا، فرحانه والله بشكله وبجماله. تعلقيه عندك جوه الشقه، تعلقيه عندك في البلكونه، هيديكي شكل حلو قوي. كده لزقت ال4 جوانب، بس دايما تتاكدي ان هما على نفس المساوي. بصوا انا عدلته كده ازاي عشان اعرف ان ما تبقاش فيه واحده جنب طالع وجنب نازل، تتاكدي ان هو ايه على مستوى واحد. وبرضه عملت له حته الكرتونه من جوه اللي هي اللي بتدعم ديت عشان تمسك ال4 جوانب مع بعض. هبتدي بقى كده قفلت الفانوس كده مع بعض. بصوا بقى شكله، بصوا شكل راس الفانوس من فوق، الالوان كلها متناسقه مع بعضها ازاي، تحسي ان الرسمه واحده. يعني انا برضو جات لي الفكره وقلت انا مش هقصه وخلاص، انا عايزه يبقى هو ايه شكله متناسق. خليت القاعده تبقى شكل واحد والجسم بتاع الفانوس شكل واحد والراس الفانوس شكل واحد. هبتدي بقى اجيب الاستراس دوت وهلزق بيه الزاويه بتاعت الفانوس. عايزه تعملي كده اعملي، مش عايزه تعملي برضو هو شكله حلو، بس انا قلت يزود جمال. يعني انا ما اشتريتوش مخصوص، هو كان عندي بصراحه، بس قلت يزودوا جمال. ابتديت ان انا الزق ال4 جوانب بس كده من الجناب. بيدي شكل حلو برضو ولمعه حلوه كده في الفانوس، شكله حلو. وحطيت كمان على اليد بتاعت الفانوس من فوق حته كده برضو يديها شكل حلو. كده بقى ايه هبتدي احط الشراشيب دي كمان اللي هي الصفرة، احطها كده على الفانوس بالعرض. يعني برضو بتداري المطرح اللزق اللي انا لزقته، طبعا يعني مش شكله مش بايخ ولا حاجه، بس بتزود الفانوس جمال. ومش حاسس يعني بصراحه ربنا لما تشوفي الفانوس كده مش هتصدقي ان هو معمول من الكرتون او معمول بالستيكر ده. شكله بجد تحفه تحفه تحفه. انت لو ابتديتي ان انت تعملي الفانوس ده بايدك وشفتيه النتيجه في الاخر، هتبقي انت فرحانه بصراحه ربنا اكتر من عيالك. بصوا كده انا لفيت الشريط ده كده على الجناب بتاعه الفانوس، وعملت كمان فوق كده عند اليد. بصوا ده كده شكله النهائي، بصوا شكله وجماله، هو ارتفاعه بالظبط نص متر. بصوا كده بقول، بصوا الجناب كلها متناسقه مع بعض وشكله بجد تحفه، شكله جميل جدا. انا جات لي الفكره وما كنتش مصدقه انها تطلع معايا النتيجه بالطريقه دي. قولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه ويكون فرحكم، وتقدروا ان انتوا كمان تفرحوا عيالكم وتعملوا حاجه حلوه لبيتكم، وربنا يديمها علينا نعمه وستر وفضل من عنده يا رب. كل سنه وانتم طيبين، يعود علينا الايام بالف خير يا رب. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.